هي شحال من واحد غادي يتشوه في هاد كاس افريقيا اللي منظم في المغرب، وبالخصوص البنات. دابا كيجيو داك الجزائريين، التوانسه، المصريين، الكحل، بالاخص الجزائريين. دابا راه كيصوروا في البنات هما راه مطلوقين، ولكن ملي غادي يدوز كاس افريقيا وغادي يرجعوا في حالاتهم عاد غادي يبداو كينشروا داكشي اللي صوروا. لهذا انا كنصح كاع البنات ديال المغرب يحضيو روسهم ويجمعوا شويه روسهم، ما يبقاوش غير مرميات سواء في الملاعب او لا خارج الملاعب ولا في المكان. خاصكم ديروا بحساب راه غادي يجي واحد النهار وغادي تشوهوا بداكشي اللي درتوه. كونوا واعيين شويه، واللي عنده شي خصو يحضيها، واللي عنده شي بنتو يحضيها، ما يخليهاش تتبع الشهوات ديالها، وفي الاخر راه غادي دير شي حاجه اللي غادي تندم عليها هي وتندم عليها الاسره ديالها كامله. انت ملي غادي تلقى بنتك مشوهه في مواقع التواصل الاجتماعي شنو اللي غادي دير؟ واش غادي تمشي للمحكمه؟ المحكمه راه ما غاديش تقدر تقتص ليك من واحد ماشي مغربي وخارج ارض الوطن. نفترض كاع المحكمه قتصات منه الا كان باقي في البلاد، فاش غادي يفيدك نتايا داك القصص ديال اللي غادي تعطيه لك المحكمه؟ فوالو، حتى بحاجه. اللهم وصي بنتك ملي تجي خارجه، وصيها، هضر معاها بدون استحياء. راه ماشي مشكل تجلس مع بنتك وتكون مطلوق معاها وتهضر معاها وتوريها شنو غادي دير. هي راه ماشي غادي يعجبها، تبقى تعجبها في 200 درهم ولا 100 درهم ومع شنو غادي يغويها، وغادي تصدق مشوه. غادي تخرج على حياتها وحياة عائلتها كاملة في ظرف 5 دقائق وب200 درهم.